السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. احنا دلوقتي بقى بينا وبين بعض ثقة، فمش محتاجين نحلف، ومش محتاجة اقول لكم ان الوصفة اللي هقولها لك النهاردة تقولها كده، تقولها يعادل بالذهب واكتر من الذهب. هقول لك النهاردة على وصفة حلوة قوي 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 فوق ما تتخيلي، وهتعمل معاكي نتيجة حلوة قوي قوي قوي. تمام؟ طيب يلا بينا كده نصلي على النبي ونبتدي الوصفة. بس قبل اي حاجة عايزة اقول لك على حاجة مهمة قوي. ما تسمحيش لحد يقيمك ولا يقول رأيه فيكي. طول ما انت مقتنعة بنفسك وباللي بتعمليه وباللي انت فيه، يبقى انت كده سيدة قرارك. ما فيش حد من حقه ابدا يبدأ الرأي فيكي، ولا في سلوكياتك، ولا في كلامك، ولا في سلامك، ولا في اي حاجة. اول درجات السلام النفسي والحفاظ على سلامك النفسي وان انت تبقي مرتاحة البال ان محدش يقول رأيه فيكي ابدا، انت بس اللي تقيمي نفسك. تعالي بقى النهارده اقول لك على الوصفه اللي هقولها لك النهارده، اقل ما يقال عليها انها سحر برضو من الاسحار. انتي بكتيريا، يعني لو بشرتك فيها اي حاجه، اي حاجه، بصي، حبوب، مسام، زوانات، اي حاجه، بياض، ناصع البياض وشد، زي ما تقولي قولي. الوصفات بتاعتي اكسكلوسيف، وعندي لما تلاقوها عند حد تقولوا له دي وصفه مدام اماني طه تاجرة السعاده. هتجيبي لي معلقه رز، معلقه رز، معلقه واحده، ومعلقه حلبه. حلبه من بتاعتنا، محدش يشتكي من ريحه الحلبه يا جماعه. معلقه رز، معلقه حلبه، وثلاث فصوص توم. تمام؟ وكوبايه لبن. عايزاهم ينسلقوا بحيث ان الرز يشرب اللبن كله. انا عايزاه حتى مش مسقسق ميه كده او لبن، لا، انا عايزاه يشربه تماما، ما تخليش فيها سوائل. تمام كده؟ وتكوني ناقعه قبلها بيوم، نسيت اقول دي في الاول، تكوني ناقعه قبلها بيوم حته صمغ عربي قد كده، غطيها بالميه بس. يعني لو كتله قد كده تحطي عليها معلقتين، انا عايزاكي تحطيها يا اما تجيبيها مطحونه وتغطيها بالميه بس، يا اما تطحنيها انت في البيت عشان تعرفي تعايري يعني، وتحطي مثلا لو هي معلقه تحطي عليها معلقتين ميه فقط لا غير. تمام كده؟ وطيب، وخلاص سلقنا الحلبه وسلقنا ومعاها الرز ومعاها ثلاث فصوص توم. تضربي كويس جدا بالهاند بلندر، وعايزاهم مش لا هم سايلين قوي ولا جامدين قوي، عشان هنضيف عليهم الصمغ العربي. وبعدين تروحي مصفي ضربهم بالهاند بلندر ومصفيهم كذا مره، مش عايزه فيهم شوائب ولا كتل ابدا. تمام كده؟ لو لقيت الخليط كتير على الوصفه هتشيلي منه شويه، انا مش هيبقى كتير ان شاء الله. وعايزه تتغلبي على ريحه الحلبه، حطي معاها معلقه بن، وضروري تحطي معلقه البن. خدنا الخليط بتاعنا هنحط عليه معلقه بن، ونص معلقه جل صبار، ونص معلقة زيت جوز الهند. قلبي كويس جدا جدا جدا. عايزة الخليط ده، بصي، تحطيه بين عينيكي. عارفة يعني ايه بين عينيكي؟ في علبة معقمة كده ونضيفة، تحطها لي في التلاجة وتستخدميهولي يوم ويوم لا. تعالي بقى قوليلي ان التوم بيلهب البشرة. لا، ما بيلهبش البشرة، ما تخافيش. تعالي قوليلي ان الحلبة ريحتها وحشة. البن هيغطي على ريحة الحلبة. تعالي قوليلي اي حاجة، هقولك اللي انا بقولك عليه ده براند فرنساوي بينزله باليورو بمبلغ ورقم لا يمكن تتخيلي. هتغسلي بشرتك كويس بالغسول بتاعنا، بلاش غسول فيه اي روايح، وتنضفي بشرتك وتحطهولي لمدة نص ساعة، يوم ويوم لا، يعني يوم بالتناوب، يوم ويوم. وبعدين تسيبيه لمدة نص ساعة، وبعدين تشطفي وترطبي. رطبي حتى لو انت بشرتك دهنية، رطبي كويس جدا. حطي سنة فازلين على المرطب بتاعك. ما عندكيش فازلين، اعملي الفيكس اللي احنا عملناه، اللي هو معلقتين المية عليهم نص معلقة جريسلين. تحفة التحفة التحفة التحفة. والله لا تدعي لي، قنبلة من كل حاجة. وجربي، مش هقولك اكتر من كده، جربي. اعملي سبسكرايب للقناة علشان الفيديوهات اللي جاية هتبقى حلوة قوي وتستحق المشاهدة. ونفسي بجد 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 لو انتوا بتحبوني تشيروا كتير وتكتبوا كومنتات كتير، وعايزة القناة تبقى مليونية. استاهل ولا ما استاهلش؟ بشكركم كلكم، ميرسي جدا 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 ليكم ولدعمكم، ويلا بينا بقى نشوف الفيديو اللي بعده.